السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعاتي الوفيات، نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال. فيديو جديد اللي غينقل لكم تجربتي مع مجموعة ديال بنات الحرام ديال المنافقات الكذابات اللي دخلوا حياتي. ثقت بهم، عطيتهم تعاطف، عطيتهم وقت، قمت معاهم بالواجب، ولكن فعلا طلعوا بنات الحرام، كيخافوا ما كيحشموا. وفي نفس الوقت غناخدكم معايا في جولة في واحد المحمية من أكبر المحميات هنا في ماليزيا، فيها الطبيعة مازال على طبيعتها، طبيعة على طبيعتها، ما كيسمحوا لك تغير فيها حتى حاجة، غير تدخل تشوف تعيش تجربة في وسط الغابة وتخرج. فبغيت الفيديو يكون مفيد من جوج ديال الجوائح، من ناحية المناظر والطبيعة، وتعرفوا على الطبيعة الآسيوية الخام، الطبيعة اللي مازال على طبيعتها، يعني ما فيها حتى شي تغيير، وفي نفس الوقت تستافدوا من تجربتي مع المنافقات الكذابات الغدارات. كل واحد فينا في هاد الدنيا بكل تأكيد في حياته سواء الدراسية أو العملية تلاقى بهاد النوع ديال الناس اللي كتخاف ما كتحشم، هل اللي كيدير لك الابتزاز العاطفي، هل اللي كيلعب دور الضحية دائما، هل المنافق اللي عنده جوج وجوه، هل اللي كيتلاعب على العواطف ونقاط الضعف ديال البشر، ها صاحب المصلحة، وما أكثرهم، أشكال كتيرة وكتيرة بزاف. كنلقاو راسنا مساطحين معاهم بدون سابق انذار، كيدخلوا في حياتك، كيخربقوا لك معتقدات، كيغيروا لك اولوياتك، كيخليوك تشوف الحقيقه كذوب والكذوب حقيقه، وكيخليوك عامر بالشك، ما قادر لا تحب ولا تطيق ولا تحترم. وانا شفت بزاف ديال الناس من هذا في حياتي، في هذه التجربه ديالي، بزاف من هذا النوع، حتى سمعت بزاف ديال التجارب من هذا النوع. عرفتي منين كتهاجر وتعيش في الغربة، وخصوصا في مجتمع غريب عليك، بعيد عليك كل البعد، فبكل تأكيد أول ما كدير كتحس النية. وحنا المغاربة عموما كنعطيو أحسن ما فينا برا المغرب. منين كنخرجوا من المغرب كنوليو نحترموا القوانين، كنتهلاو في الشكل ديالنا، كنعطيو صورة مشرفة لأننا عارفين أننا حاملين صورة المغرب كله معانا. أي تصرف درناه غيتعمم على المغاربة كاملين، هذا عموما. اما الشواذ والاستثناءات فراهم كاينين في اي مجتمع. فقلت لكم المهم كتحيد هذاك التفكير ديال الشك، وما كتبقاش يعني ما نتيقش، وكتولي تعامل مع الناس كلهم انهم صادقين، انهم يبغيوك لوجه الله، انهم فعلا مهتمين بيك وبمشاكلك بدون مقابل، حتى كتبقاي تحسي شي حاجه ماشي هي هذيك. وهنا انا غنعاود لكم على تجارب كثيره مريت بها، وربي سبحانه وتعالى حماني منهم وراني حقيقتهم، ويعني بين لي تصرفاتهم. فكاين اللي كيستفزك، وهاد التجارب راه على حسب كل واحد، اللي كيستفزك من الداخل عاطفيا وهو الشكايل بكاين اللي دائما لعب دور الضحيه، ومهما قدمتي ليه الحلول ما كيقبلهاش، وكاين اللي كيتلعب بيك وبقراراتك حتى كتولي تشك في راسك واش كتعرف تقرر او راك غير كتخربق. وهادو عادة كيلعبوا لك على العاطفة، ساعة كيوريوك الوجه الفرحان، وساعة الوجه الباكي المظلوم، فانت كتبقى ما عرف منين تشدهم. ايوا من غير المنافق هو الشخص اللي عنده جوج ديال الوجوه وكيغير بلاصتو على حسب مصلحته، اليوم معاك وغدا ضدك، ويقدر حتى يغدر بيك ويضربك في الظهر. ايوا وصاحب المصلحة اللي ما عنده البشر الا ادوات باش يخدمهم يخدموا لمصلحته، واللي ما عنده كلمة. وكاين اللي ما عنده كلمه كيواعد ويخالف، يقول لك انا جاي ما يجيش، يقول لك غندير وما يديرش. وانا غادي نبدا معكم هنايا باول واحد، هو الشكايل بكاي، الضحيه اللي دايما عايش في الازمات، كيسالي من وحده ويدخل في الاخرى. لازم ما دايما يكون مسكين، مثير للعاطفه والشفقه، الهدف ديالو انه يبقى فيك. كل الناس عندهم مشاكل، ولكن هو كيشوف ان مشاكلهم ما بحالها حد، الا فرح نهار يبكي اسابيع. فممكن المتابعات ديالي هو هذا مسكين يمكن عنده مشاكل حقيقيه وهي اللي خلاته هكذا. فجوابي ان اي علاقه ما بين جوج كتشوف فيها النتيجه، داك العلاقة النتيجة لازم ما تكون مزيانة للطرفين. أما إلا كانت علاقة فيها واحد دايما كيربي المشاعر السلبية ديالو على اللي دايرين به سواء بوعي أو بدون وعي، والمصيبة أن بحال هاد النماذج كيفرضوا عليك تعيش معاهم مشاكلهم ألمهم وتعاطف معاه، وممكن حتى نديروه ونعتبروه لوجه الله، نقولوا ماشي مشكل غنعيشوا هاد المشاكل وغادي، ولكن الطمة الكبرى هو ما باغيكش تلقى له حلول، ما باغيكش اصلا توريه الضوء او تحطو على راس الخيط.
الحلول ديالك يحتفظ بهم راسك، هو مستمتع في داك الاحساس ديالو انا مظلوم والدنيا كلها ضدي. وإلا انت عطيتيه حل وهو قبلو وبنيتي ليه او بينتي ليه ان المشكله ماشي نهايه العالم وماشي مصيبه ما عندها، يعني ماشي شي مصيبه اللي ما عندها حل، فانت بالنسبه ليه ما قدرتيش ظروفه، ما حسيتيش به، ما فيك رحمه، ما فيك شفقه، لان مجرد ما تسالي المشكله ديالو غادي يسالي الدور، غير تقول له صلعني بيهز قلوعك ما بقى علاش نهضروا. وللاسف راه الارتباط بحال هاد النوع ديال العلاقات كيخرج عليك نفسيا واخلاقيا، فانت الا خليتيه وبعدتي منه غتكون قليل الرجوله وما فيك انسانيه. حاولتي تفيقو وتوعيه فانت قليل الاحساس، الا عطيتي حل فانت ما كتقدرش المشاكل ديالو، والا لمتي على الحاله ديالو فغيقول لك ذنوبي عليك واي حاجه وقعت لي انت السبب فيها. اذا اشنو هو الحل مع هذا النوع ديال البشر؟ قبل ما نذكر لكم الحلول خليونا نتفقوا على واحد القاعده، حنا في هذه الدنيا شنو هو الدور ديالنا؟ شنو هي الاضافه اللي بامكاننا نقدموا لبعضياتنا؟ اكثر ما ممكن نقدمه هو المساعده. انت او انتي في اي علاقه سواء مع راجلك والديك وليداتك الدور ديالك هو المساعدة وماشي الإنقاذ. المساعدة كتكون على حسب قربك من الموضوع إما ماديا أو معنويا بحال النصيحة ومشاركة التجارب والإرشاد. أما أنت تلعب فيها دور المنقذ وتنغمس في الموضوع تعيش مشاكله فهذا ما أمر الله به من سلطان. إلا كان سيدنا نوح عليه السلام ما نقش البحر باش ينقذ ولده وربي سبحانه وتعالى لامو فاش غيدعى معاه وقال له إنه ليس من أهلك، فبالأحرى انت وانتي وحتى أنا معاكم صافي اللي ما بغاش ينقذ راسو رمي مور ظهرك ما يهمكش، خليه ماشي على أمارة ربي غادي يجيبها له من غيرك، وحتى ولو يكون أقرب الناس ليك ماشي لا بالاحرى صاحبتي او صاحبي كتلقاهم يلهيوك بالساعات ديال الهضره الخاويه والشكا والبكا وفي الاخير بلا نتيجه. ماشي غنصحكم هكذا من حيت ما عندي قلب، لانني نقدر نلقى شي تعليقات تقول لي وانت ما عندك قلب ما فيك انسانيه، لا ابدا، غير من حيت وعيت انه كاين ناس اللي ما باغيينش يطلعوا من داك الغار ولا داك الحفره اللي هما حفروها لراسهم وهما باغيينك حتى انت تدخل وتعيش معاهم نفس الدور وتقمص نفس الشخصيه. الا كيبكي ضروري تبكي معاه، وإلا فرحان خاصك تفرح معاه، ويا ويلك إلا نبهتيه أو استعملتي عقلك معاه فانت ما كتسواش، انت ما عندك قلب، انت قاصح وقلبك حجر. وحنا راه عاد قلناها انت الدور ديالك راه غير المساعدة فقط، وإلا ساعدتي راه كفيتي ووفيتي حق العشرة وحق الأخوة وحق الصداقة حق الماء والطعام وحق الله سبحانه وتعالى قبل من هادشي كله. ولكن عمر دورك ما كان تعيش معاه البؤس والكآبة والمشاكل اللي ما كتسالاش، تعيش معاه جنازة بلا جنازة. ما كلفك الله تعيش دق التفكير ديالو، ما كلفك الله تمرض راسك وتهلك مشاعرك نهار على نهار وهو كياخد من طاقتك الإيجابية ويزرع فيك السلبية والكآبة والتحطم. جري لكن في حياتك هاد النوع ديال البشر هرب منهم، لان تأثيرهم في حياتك ضروري ما يبان عاجلا او اجلا، هي مسألة وقت فقط. واما المتلاعب النصاب عاطفيا اللي كيشدك من نقطة ضعف معينة، اما كتعاطف معاه على ود عنده اعاقة، عنده مشاكل، عايش الفقر، عنده ضغوط، وكتلقاه كما هدرتي معاه كيزيد لك داك المشكل هو وحدك، بحيث كل ما حاولتي تفيق من القلبة وتقول ما يمكنش كيردك تاني بنفس الطريقة ويخدم بنفس الاسطوانة ويعزف لك نفس اللحن اللي كيخليك صافي تستسلم وتراجع وانت مقرع عليك السماوي. كشبيك لبيك كل شيء بين يديك، انت الموس وانا اللحم، غير دير فيا ما بغيتي. واخطر ما كاين في هذا النوع انه يتقرب حتى يعرف اسرارك ويعرف نقاط ضعفك ويبقى يستغلها ضدك ويستعملها سلاح باش عمرك ما تهز الراس، والنهار اللي تساطح معاه غيعريك
ويديرك ضحكة قدام أمة لا إله إلا الله. ما عنده أخلاق، ما عنده مبادئ، ما كيخاف، ما كيحشم حتى يخلي يعني ما كيخرج من حياتك حتى كيخلي واحد الجرح كبير، كيفقدك الثقة في كل اللي كيجيو من بعده ولو يكونوا صادقين. الهدف ديالو عادة هو السيطرة، كيسيطر باش يوصل لهدف معين، ممكن يكونوا فلوس، ممكن يكونوا علاقات، ممكن تكون مكانة معينة. المهم ضروري من واحد الهدف اللي كيخدمو وكيخرج عليك انت. وبالرغم من هذا كله كتشوفوا دايما مسكين ومغلوب على امره ومظلوم، حتى الاخطاء ديالو والظلم ديالو والتعدي كيوجد ليهم مبررات، وهو كان غير كيدافع على راسو، وهو غير ضد الضربة قبل ما تجي فيه. والإنسان اللي كيآدي وفعلا ضربته كتكون قاصحة وقبيحة عمره ما كان طيب، حتى ولو يقول فمو أشقال. الإنسان كيحكم بالتصرفات، كيحكم بالأفعال ماشي الأقوال. ماشي كيقول أنا طيب وهو يدير أفعال الشياطين، ماشي يدعي البراءة وتصرفاته مخربة كتقطع الأرزاق. هذا عمره ما كان دفاع عن النفس، عمره ما كانوا أخلاق، عمره ما كان شرف. الأخطر في هذا النوع ديال العلاقات ماشي اش هاد الشخص غيدير فيك، ولكن اشنو غيأثر فيك حتى انت دير في راسك ما لا يحمد عقباه. شوفوا، اللي عاشوا ظروف صعبة في حياتهم ممكن عاشوا فترة ديال الطفولة قاسية أو قبيحة، ماشي بالضرورة يكون مظلوم أو مقهور. راه في بعض الأحيان كيكبر في الداخل ديالهم إحساس أن الحب خاصو يتاخد، وداكشي علاش كيكبروا وهما كيطالبوا بالانتباه بالسيطرة، حتى ولو كانت بالضحك والتلاعب على عباد الله. كيكونوا مفتقدين حب، مفتقدين اهتمام، مفتقدين رعاية. داكشي علاش كيحاولوا يلقاوها ولو على حساب كرامتهم، على حساب خصوصياتهم. التفكير ديالهم في تفكيرهم ان داك الاهتمام والحب اللي لقاو غيبرر ليهم اي حاجه بغاو يديروها. وعرفتي هاد النوع ديال البشر كيديروا فيك نفس ما كدير المخدرات، كيوليو ادمان حقيقي في الحياه. عرفتوا هاد النوع ديال البشر اللي منحط وما عنده اخلاق، عنده فلسفه منحطه بحاله عايش عليها، كيقولك ان الدنيا غابه فيها القوي كياكل الضعيف، وانه هو دائما في حاله ديال الدفاع، كيدافع على راسو، ودائما خاصو يكون هو الرابح بغض النظر شكون غيكون كبش الفداء اللي غادي يقدم، بغض النظر شنو هو الثمن. في حين ان الدنيا فعلا فيها صراع، فيها مشاكل، ولكن المبدأ اللي خلقها الله من اجله لتعارفوا. ربي خلقنا من أجل باش نتعارفوا، لازم ما تكون فيها علاقات متكافئة، وتعرف أن الناس عندهم قيمة، كل واحد وفاش عطاه الله قيمته. والحمد لله الناس اللي عرفوني ولو على بعد عرفوا شحال أنا كنقدر العلاقات، كنقدر الناس، وماشي بالسهل ناخد قرار ضد شي واحد. أما المنافقين واش دايرين في حياتنا فهادوك راه حديث ولا حرج. بكل تأكيد حتى نتوما عانيتوا من المنافقين في حياتكم. قبل ما نفصل في المنافقات اللي انا بعدا علموني بزاف، خلينا نعرفوا اشنو هو المنافق. المنافق باش حتى إلا سمعوا هذا الفيديو يعرفوا أن الهضرة راها عليهم. المنافقين اللي كيبقاو يتبحلسوا ويقولوا لك غير الحاجة اللي كتعجبك، وتلقاه في نفس الوقت كيقول العكس ديال داكشي. كتلقاه معاك عنده أفكار ومواقف من قضايا معينة، وفي المقابل كيبين عكس داكشي في بلايص أخرى. حتى كتبقى انت تساءل واش هذا نفس الشخص اللي كنت عارفاه؟ واش أنا هاد المدة كلها وما عرفتوش؟ هذا كان كيبان بوجه واليوم بوجه تاني. وشفتوا نصيحة لوجه الله، إلا شفتوا شي منافق كيهضر على واحد آخر قبيح حتى ولو يكون انت معاك مزيان، فاعرف غير مازال ما جات نوبتك. إن فوا يدور لجهتك غتعرف قيمته الحقيقية. ما كيتبت على خير، ما كيقدر مواقف، كيضرب في الظهر، كيكون بحال تاتا كل نهار ملون في شكل على حسب المصلحة ديالو. والوصفة ديالو دايما نص حقيقة ونص كذوب وبهتان، نص صدق ونص غشان. ولد الحرام مقطر في الدرك الأسفل من جهنم وبئس المصير. والإسلام راه ما كيرحمش المنافقين ولا كيعطيهم أي تبرير. والحل ديالو الوحيد بلوك، خرجوا من حياتك. وعندك ثم عندك تعطيه شي معلومة عليك أو تشارك معاه معلوماتك أو تصاورك من الصباح يتاجر بهم باش يسترزق على حسابك مع جهات أخرى.
اما اصحاب المصالح واللي دائما فهمهم اش غنستافد، يعني هو كيقيم اي علاقه على حسب الاستفاده ديالو منك. النهار تسالى مصلحته منك تسالى علاقته بك، وخصوصا منين كتعيق به. وشحال من مره ديروها البنات غير الاختبار، مثلا كنتي كتساعد شي واحد ساعه شي بركه، وجا شي ايام وقطعتي داك المساعده، وتما غتبان حقيقه داك الشخص. بقى معاك على هدى من الله فاهلا وسهلا، قلب عليك ولا يهاجمك فرك شفتيه على حقيقته وربي هناك منه. ما كانش علاقة لوجه الله تعالى، كان مصلحجي منفعي تابع غير المنفعة ديالو. كنحمد الله ان ربي تكرم عليا في هاد البلاد، وعرفت ناس من قبل وحتى دابا لا من ماليزيين ولا مغاربه اللي ما كيمثلوش هاد الفئه. هاد الفئه دازت ودات البلا والباس معاها كما كنقولوا في فاس العاصمه العلميه. شديت صفحتهم والى مزبله التاريخ، ولكن التجارب قيمه كنستافدوا منها سواء كانت قبيحه او مزيانه. شاركتها معكم باش تستافدوا، باش ما تدمروش الى جاو في طريقكم بحال هاد الاوباش ولاد الحرام اللي مقطرين. غير واحد الحاجه، شتي داك بنادم اللي كيبقى يحفر وكيظن راسو راه كيزين صورته، والله ما كيزيد غير يبان على حقيقته. غير خليه يدير اقصى ما في جهده. والحمد لله حنا رحنا في عالم التكنولوجيا، كل شيء كيتسجل، كل شيء كيتوثق، واللي عنده حجج يتهلا فيهم، مثلا تحويلات بنكيه، تسجيلات صوتيه، راه كل شيء كيصلح. واخا تكون غير 10 ديال الدراهم راها حتى هي اثبات ممكن تنفع. المهم حنا راه ما كيتضحكش علينا وما كنمشيوش في الرجلين. البنات فيديوهات الغابه فاش خداونا في الفلوكه ونزلنا في قلب الغابه نخليها الفيديو الجاي. هادشي اللي داز كله كان غير في المنتجع اللي كرينا فيه، غير هو احسن راه ما كان في الخرجه هو الاجواء ديال الغابه. واحد الاحساس رائع، كتحس الروح ديالك كترتاح والنفسيه كتهدأ، خصوصا منين اي حاجه كتشوفيها كتربطيها بعظمه الخالق سبحانه وتعالى. فالبنات اللي كتعجبهم الطبيعه غيستمتعوا بهاد المناظر. كانت واحد التجربه روعه، كنطلب منكم تعيشوا الحياة، تخرجوا وتمتعوا. الحياة قصيرة ما تستاهلش نعطيو وقت اللي ما يسوى ما يصلح. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. قبل ما تسدوا الفيديو ديروا لايك وخلي تعليق تقديرا للجهد المبذول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الغدار غدار ولو تشري ليه دار، كتكذبوا نسيت وقت يبان الخبار. رسمتي الحيط بالورد وخبيتي العار، رسمتي الحيط بالورد وخبيتي العار، رسمتي الحيط بالورد وخبيتي العار. نسيتي باللي الريح ما كيرحم الدار، واللي بغى يقدر كيبقى ديما غدار، واللي بغى يقدر كيبقى ديما غدار. ربي سبحانه هو العلي القهار، قادر باش يبين حقيقتك في ضوء نهار، ضوء نهار، ضوء نهار. ربي سبحانه هو العلي القهار، قادر باش يبين حقيقتك في ضوء نهار. يا علي القهار، يا علي القهار، يا علي القهار. الغدار غدار ولو تشري ليه دار، كتكذب ونسيت وقت يبان الخبار. الحقيقة بحال الشمس ما تغطى بغربال، الحقيقة بحال الشمس ما تغطى بغربال. 10 سنين مشات في رفض خيال، 10 سنين مشات في رفض خيال. واللي بغى يقدر كيبقى ديما غدار، واللي بغى يقدر كيبقى ديما غدار. ربي سبحانه